يا مساء السعادة وخلي السعادة عادة. رسولنا عليه الصلاة والسلام بيقول لنا: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى أقصعتها. فقال قائل: أمن قلة نحن يا رسول الله؟ عليه الصلاة والسلام قال: إنكم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. يعني أنتوا كتير بس مالكوش لازمة. ولينزعن الله المهابة منكم ولا يقذفن الوهن في قلوبكم. العالم العربي 473، العالم الإسلامي. الفلوس عندنا زي الرز، لكن هو ده قدر مصر على طول الزمان. يحصل مشاكل مصر تقف لوحدها. الله أكبر الله أكبر. يحصل أي حاجة تلاقي الأمة المصرية، لأن مصر أمة. أكثر دولة في العالم دخلت حروب مصر من بداية فجر التاريخ إلى يومنا هذا. الهجمات الصليبية صدتها مصر، التتار والمغول قفوا مصر. رجع بالتاريخ بص الدنيا كان بيحصل فيها إيه، هتلاقي مصر هي حجر الأساس وهي اللي بتعدل الدنيا كلها بعد ما تبوظ. إن شاء الله ده قدرنا وكلنا مستعدين ليه وكلنا إيد واحدة، لأن مصر هو جيشها مش الجيش بس، مصر جيش عامل دولة، فاحنا كلنا جيش، كل المصريين كلنا في رباط إلى يوم الدين إن شاء الله. ودي الرسول هو اللي قال لنا الكلام ده، إن احنا في رباط إلى يوم الدين، عشان كده محدش بيعرف يخش بينها. ودي المشكلة اللي بتقابل الدول التانية كلها، الفرقة والعزلة. يحصل مشاكل واقتتال داخلي، تلاقي الدنيا ايه، دولتهم راحت خلاص. اللي راح هي كل الدول حوالينا راحت، فضلش غيرنا. بس احنا ان شاء الله محدش هيعرف يعمل معانا زي ما بيحاولوا بقالهم كتير قوي ومطوقيننا من كل حتة. لكن احنا بتوحدنا وتماسكنا ان شاء الله ان شاء الله محدش هيعرف يعمل معانا حاجة، وهترجع تاني الدنيا احسن مما كانت. وده وعد ربنا دايما: وإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. إن شاء الله اللي جاي أحسن لينا كلنا. وخلي